مرحبا بجميع الاخوان على قناتكم بون ماتش. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نعطيكم فيديو جديد وتوقعات جديده ليوم الاحد. قبل ما نعطيكم هذه التوقعات نخليكم كود برومو ديال لين بيت الاخوان اللي مازال ما تسجلش يتسجل ويستافد من البونوس، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. نبداو في اول مباراه ديال امبولي ونابولي. نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون. اخر مباراه جمعت بينهم غلبتها امبولي ب1-0، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدف بالنسبه لهذه المباراه اللي بغينا نراهن عليه، ومرحبا بالجميع. اما بالنسبه لمايوركا وفايكانو نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين. اخر مباراه جمعت بينهم غلبتها مايوركا ب2-1، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان +2 بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للمباراه ديال ويلبيس ومان سيتي نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون. اخر مباراه جمعت بينهما غلبتها ويلبيس ب2-1، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان مجموع الاهداف في هذه المباراه +2 اكثر من 3 اهداف بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للوافر واليوم نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين. اخر مباراه جمعت بينهما غلبت الوافر 3-1، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه لاتلتيكو مدريد وليغانيس نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال اتلتيكو مدريد وان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للمباراه ديال ليفربول وتشيلسي نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين. اخر مباراه جمعت بينهما غلبتها الليفر ب4-1، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال ليفربول وان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان +2 اللي بغينا عليها، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للمباراه ديال فياريال وخطافي نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان +2 بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للمباراه ديال مونبيلييه ومارسيليا نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقان كما تلاحظون، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه اكثر من هدف +1.5 بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه لروما وانتر ميلان نعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه اللي بغينا عليها، فمرحبا بالجميع. ان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من هدفان +2 بالنسبه للماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للمباراه ديال برشلونه واشبيليه نعطيكم ابرز احصائيات والاداء الخاص بالفريقين كما تلاحظون، ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال برشلونه وان مجموع الاهداف في هذه المباراه اكثر من 3، يعني +2 بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. وما تنساوش تفعلوا معنا الخوت والبارطاج.